فصباح الفل او مساء الفل عليكم، هو على حسب الوقت اللي انت تشوف الفيديو. اللي عمل على الانترنت او الشغل اونلاين بمعنى صح. تخيل انك اول ما تكتب كده في يوتيوب مثلا او اي سيرش عامه، تكتب العمل على الانترنت او ازاي تكسب فلوس اونلاين، هيجي لك انواع. اول نوع هو التداول، واللي هو ناس معاها فلوس بتستثمر في حاجه او بتشتري اسهم في حاجه. مش بكلمك في الحته دي ان هو حلال او حرام، ماليش دعوه بيه عامه. انا بكلمك على اول نوع من الانواع اللي بتجيب فلوس اونلاين. وفي نوع تاني هتلاقيه بقول لك المهاره، او انك لازم تتعلم مهاره عشان تجيب منها فلوس. فخليني اقول لك ازاي تقدر تحقق 1000 جنيه يوميا من العمل على الانترنت. وفي الفيديو ده جايب لك الخلاصه كلها حرفيا، الزتونه زي ما بيقولوا جد. فاربط زر الامان، ولو معاك اي حاجه جنبك اشربها، وانا هزاز لب هنا عامه. والله بالله نبدا. خلينا نكون متفقين الاول انك عشان تكسب فلوس اونلاين، الفلوس مش هتجيلك من عدم او الدنيا هتنطر فلوس مثلا. الشغل الاونلاين هو نفس الشغل اللي في الحقيقه او على ارض الواقع، هو انك بتقدم خدمه للعميل والعميل بيديك مقابلها فلوس بس كده. لكن انت اول ما تسمع كلمه ربح ديا بتقول انت كده بتكسب، بس انت في الحقيقه انت مش بتكسب، انت بتقدم تعب فبتاخد مقابل فلوس. ده اللي ودينا نقطه السكيلز او المهارات، انك لازم تتعلم مهاره تقدر تقدمها للناس ويدوك مقابلها فلوس. العميل او الشخص العادي او اي شخص في الدنيا، انا مش عارف لما باجي بتكلم لازم احرف الكلمه، لازم اديها لمعه كده. شوف الحاجه الاشخاص يرضوا ويقدروا ان هم يديك فلوس مقابلها. والمهارات تسيد زي ايه؟ وفي الحاله دي انا فيديو اديتور. لو ما تعرفش ان انا اصلا فيديو اديتور، فده يا سيدي البورتفوليو بتاعي على الانستجرام، ممكن تروح تعمل لي فولو، اكون شاكر جدا ليك يعني. ولو عايز نشتغل مع بعض برضه هتلاقي الرقم بتاعي هناك، او هو يا سيدي جنبك اهو، هنا او هنا او هنا، يعني على حسب بقى انت شوف انت عايز تكتب ازاي واكتب براحتك. فحلو، احنا دلوقتي معانا المهاره اللي نقدر نشتغل بيها وناخد مقابلها فلوس. وتاني حاجه واجهتني وهي ان انا ازاي هقدر اعمل ال1000 جنيه دول في اليوم، وهفهمها لك اكتر. المعنى برضو ان انت لازم تقدم قيمه ب1000 جنيه. لو انت المستوى بتاعك في المهاره دي قليل، اللي هو ما يقدرش بمعنى اصح يوصلك ال1000 جنيه في اليوم، فانت لازم تعلي الليفل بتاعك في المهاره دي عشان يقدر يخليك تجيب ال1000 جنيه بسهوله. او لو المهاره دي مش هتخليك تاخد 1000 جنيه في الحاجه الواحده او المنتج الواحد او الخدمه الواحده، فلازم تعمل خدمتين يوميا، ودي في ناس كتير صعب عليها. فالحل الاحسن انك تشتغل على نفسك، تخلي المهاره بتاعتك تدخلك 1000 جنيه يوميا. هتسالني برضو هل يا غريب 1000 جنيه مضمونه؟ ابقى كداب لو قلت لك ان 1000 جنيه مضمونه. هل برضه في ناس بتقدر تحقق ال 1000 جنيه دي؟ برضو في ناس بتحقق ال 1000 جنيه يوميا عادي. يعني هل تضمن لي برضه ان انا اجيب ال 1000 جنيه يوميا؟ والله انا لو اقدر اضمنك كنت ضمنت نفسي انا قبلك. كده انت معاك المهاره والليفل بتاعك في السكيل دي يقدر يدخلك 1000 جنيه مستريح. على فكره في ناس بتجيب اكتر من كده في الشهر. ده لو بنتكلم يعني ان 1000 في 30 ب 30000 جنيه شهريا يعني. كده اصلك حاجه واحده الا وهي انك تسوق لنفسك. خلينا واضحين، انت لو في اول المهاره بتاعتك او لسه بادئ في العمل الاونلاين او العمل الحر، فمش هنكدب على بعض، لازم انت تدور على العميل مش العميل هو يدور عليك، زي ما بنسمعها كتير على النت وفي كورسات كتير. تعالى اشتري الكورس بتاعي واخلي العميل يدور عليك. لا، انت في الاول لازم انت اللي تدور على العميل. وفي الحاله دي احنا مش هندفع جنيه واحد في اي تسويق، وهنعتمد على البلاتفورمز او المنصات زي فيسبوك وانستجرام وتيك توك ويوتيوب وكده. وفي الحاله دي انا استخدمت الانستجرام وفيسبوك، دخلت على الجروبس بتاعت الايديتنج وبدات ابحث على عميل، مره في ثانيه في ثالثه لحد ما قدرت اختار العميل اللي انا عايزه، والحمد لله وصلنا له. ومن هنا بدات رحله التنفيذ بقى. جبنا العميل، اشتغلنا له، قبضنا ال1000 جنيه، وكده يا باشا ضمن اول يوم. هل انت ضامن انك تجيب ال1000 جنيه يوميا؟ بصراحه عشان نكون واضحين، لا، انت مش ضامن انك تجيب ال1000 جنيه يوميا لو انت هتخش بالحركه دي، اللي هو تخش تدور انت على عميل. ودي اللي بيسموها مرمى بمعنى صح يعني. دي مرمى في السنه ب1000 جنيه، انت مش ضامنها انها تيجي كل يوم. امتى تضمنها؟ لما تلاقي عميل ثابت، والعميل ده يكون هو اللي محتاجك اصلا كل يوم، فهو اللي هيجي لك. ولا نطبق بقى المقوله الشهيره ان العميل لازم يدور عليك. ازاي هيجي لك بقى يا معلم؟ وهو انك لازم تعمل بورتفوليو محترم، وانك لازم تكون اصلا نشط على السوشيال ميديا. وحط 100 خط تحت نشط على السوشيال ميديا دي، سواء بقى تعمل كونتنت على السوشيال ميديا زي كده مثلا، او هتنشر بيفور وافتر لو انت فيديو اديتور زيي. ومع الوقت ان شاء الله باذن الله العميل هو اللي هيدور عليك. وفي الحاله دي انت ان شاء الله باذن الله تقدر تدخل 1000 جنيه يوميا وتحسن دخلك. طبعا انت وصلت لحد هنا، فاتمنى انك تدعمني بلايك وتشترك في القناه لو انت مش مشترك، ويعني انصحك انك تشترك لان في فيديوهات جامده جدا جايه في السكه. وفي الفيديو انا بكلمك اكتر عن الفيديو اديتنج لان انا فيديو اديتور. فانت ممكن كجرافيك ديزاينر ممكن الكلام ده مش معاك او ما يمشيش، انا مش عارف بصراحه، لان انا فيديو اديتور فبكلمك بالنيابه عني يعني، او عن الناس اللي شغاله معايا. وفي الاول والاخر حابب انبه عليك ان العمل على الانترنت مش بتخش تلاقي فلوس بتنزل عليك زي الرز، زي ما قلت لك في الاول. انت بتقدم خدمه للناس مقابل فلوس. لكن بقى اللي يجي يقول لك تداول ومش تداول وكلام من دون، فانت يا معلم فكك منه. انا مش بقول لك ان التداول كله حرام وكله نصب وكلام من ده، بس بنسبه كبيره جدا اللي انت بتشوفه على الانترنت عامه، اللي هو بقى بالعربات الفراري واللامبورجيني والصواريخ اللي بتطير والطيارات وكلام من دون، فده بنسبه كبيره جدا الكلام ده مش حقيقي. فانا مش هدخل نفسي في حوارات اكتر من كده. فيكون هنا وصلنا لنهايه الفيديو، واتمنى يا سيدي ان الفيديو يكون عجبك وتعمل له لايك
اشترك في القناه انت مش مشترك، فعل زر الجرس لان فيديوهات كتير جايه جدا. مش عارف ايه جايه جدا اللي انا قلتها دي، بس قشطه يعني مش تفرق. كومنت تحت وقول لي رايك في الفيديو، وقول لي عايزين نتكلم عن ايه الفتره الجايه، او في فيديو جاي نتكلم عن ايه، اقترح عليا برضه يعني. ده الانستجرام بتاعي، فيسبوك، المنصات بتاعتي كلها اللي حابب نشتغل مع بعض، او حابب تستفسر عن حاجه معينه بخصوص الفيديو اديتنج او اللي عمل على الانترنت. ودي نهايه الفيديو بس يا سيدي، السلام عليكم.